محمد صلاح مش نبي ولا هو معصوم من الخطأ. لازم ناخد بالنا من الحكاية دي. ناس كتير جدا بتزعل لما حد يهاجم محمد صلاح أو ينقده. لا معلش، صلاح لاعب كورة محترف، أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ الكرة المصرية هو محمد صلاح. أيوة، صلاح هو أفضل لاعب مصري على مر التاريخ، بالأرقام وبالألقاب وبكل حاجة. لكن هل معنى الكلام ده ان صلاح لو غلط ما ننقدوش؟ ما نتكلمش عن اخطاء محمد صلاح؟ لا معلش، محمد صلاح بني ادم، واي بني ادم قابل للنقد. صلاح في الموقف الاخير مع منتخب مصر غلطان. واقول لحضرتك غلطان ليه؟ صلاح لم يدعي الاصابه، كان مصاب وما زال مصاب لحد ما احنا بنتكلم دلوقتي، ومش هيلعب مع ليفربول في الدوري زي ما بيقولوا ولا حاجه. صلاح لسه بيتاهل وعنده اصابه في العضله الخلفيه هتاخد معاه وقت شويه. امال ايه؟ امال ليه بتقول لنا محمد صلاح غلطان؟ اقول لحضرتك غلطان ليه؟ صلاح قبل على نفسه ان هو يكون آلة في ايد اتحاد الكورة المصري، كابتن حازم امام وجهاز المنتخب، وبدأوا يلعبوا بمحمد صلاح اعتقاد منهم ان هم هيفوزوا على كاب فيردي، ويبدأوا يعلنوا ان محمد صلاح هيروح ليفربول علشان يتأهل وان شاء الله يرجع لمنتخب مصر. لكن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول كشف الحقائق. يورجن كلوب طلع وعفويا صرح ان صلاح هيجي ليفربول علشان يتعالج، وان شاء الله لو خف ورجع بالسلامه قبل ما مصر تغادر بطوله افريقيا هيرجع حتى على قبل النهائي او النهائي. ده كان كلام بجد من يورجن كلوب؟ ايوه. دي كانت نيه صلاح؟ ممكن. لكن ليه اخفوا عننا خبر اصابه صلاح وان هي هتاخد وقت طويل؟ ليه صدروا الناس فكره ان صلاح خاين ومش عايز يلعب مع منتخب بلده او بيدعي الاصابه، وصلاح نفسه على علم كان لازم ما يوافقش على اللي بيحصل ده؟ ومحدش يقول لي ما يعرفش، صلاح مش ضعيف، صلاح قوة في منتخب مصر. كان لازم بعد المباراة بالظبط يتم الإعلان عن مدى إصابة محمد صلاح، ويتم الإعلان عن فترة غيابه، وإن كنا مش هيكمل معانا بطولة أفريقيا يتقال إن هو هيمشي. لكن تقول لي هيقعد معاك 3 أيام ويتفرج على مباراة كاب فيردي ويمشي؟ طب ايه بقى المنطق ان هو يسافر بعد المباراة رغم ان مصر مكملة في البطولة وهتلعب في دور ال 16؟ لما انت قعدته كاب فيردي عشان يدعم الفريق، ما كملش ليه مع الفرقة؟ ومحمد صلاح كابتن منتخب مصر يا جماعة. حاول تفهم النقطة دي. انت عارف يعني ايه كابتن الفرقة يسيب الفرقة ويسافر وتقول لي اصل رايح يتأهل؟ اقول انا لحضرتك بقى فكر صلاح. صلاح مشي معاهم مع فكرهم ليه؟ لان صلاح عايز يلحق الدور الثاني في الدوري الانجليزي هناك ويلحق، عنده القاب وعنده ارقام بيحققها، خايف على نفسه وخايف على رجله. انا معاك يا صلاح، لكن في ظل الشفافيه اعلن عن موقفك بالظبط وخليك صريح وقول انا هرجع واتاهل ولو ليا نصيب كنت حاجه العب معاكم. لما انت خايف على نفسك يا صلاح وانتوا خايفين عليه وناديه خايف عليه، ما سافرش ليه بعد المباراه مباشره بطيارته الخاصه على انجلترا واستفاد بثلاث ايام العلاج دول، على امل ان احنا هنكسب كاب فيردي والناس هتتلهي؟ وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. يورجن كلوب ضرب كرسي في الكلوب، ومحمد صلاح بقى في موقف لا يحسد عليه. اختلفنا عليه، لكن هرجع واقول لحضراتكم صلاح اخطأ، ومفيش مانع ان الانسان يخطئ لكن يعترف بخطأه. لكن هيطلع كل واحد بقى فرحان وعمال يقول لي صلاح اله ومحدش يهاجم صلاح وهو اللي مشرفنا وهو اللي مكبرنا؟ يا سيدي صلاح مشرف نفسه ومشرف بلده ومشرفنا، ولكن ممكن يخطأ، مفيش مشكلة. فمحدش كل شوية يقول بلاش نقد لصلاح، لان صلاح لو اخطأ لازم يتم نقده علشان يرجع لو اخطأ ويفيد بلده ويفضل مشرفنا في كل المحافل الدولية والعالمية. تحياتي للنجم الكبير محمد صلاح. لكن التأليه ده يا جماعة للأسف بيدمر الرموز في مصر.